اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن شادي عيسى. يعني هذا شادي عيسى ده، يعني انا عن نفسي انا ما اعرفوش اصلا مين ده، يعني ما اعرفوش قوي. يعني اعرف اللي هو واحد بتاع السوشيال ميديا، بس اعرف اللي هو يعني شادي عيسى ده اعرف اللي هو زملكاوي جدا، بيعمل تعصب وفتنة في كل اللي بيطلع في برامج، وحتى على على السوشيال ميديا نفس الكلام. لكن انا ما اعرفش عيسى ده، انا ما اعرفوش اصلا مين ده اصلا. فلذا اصلا يعني متلون بميت وش، زيه زي اي حد، ما عندوش مبدأ في حياته، ما عندوش شخصية. فلذا اصلا منافق ومدلس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد، والشر من قلبه تجاه النادي الأهلي عامله مشكلة وعامل له عقدة من سنين. لأنه طبعا إن هو بيكره وبيغل تجاه النادي الأهلي. طبعا فيديوكم بجد والله العظيم يعني حاجة في منتهى، يعني حاجة غير محترمة بجد، وحاجة منتهى تعصب وفتنة يعني. تعال شوف معايا كده. راح اقوى من قناه من النادي الاهلي. والله عايز اقول لك يا يا شيخ عيسى انت، يعني مش عارف، هو واضح اللي هو الاهلي عمل لك حالة رعب زي اي حد. طبعا يعني انت بتقول ان محمد صلاح، ما كل احترامنا محمد صلاح، انت بتقول محمد صلاح اقوى من النادي الاهلي. اللي هو ازاي؟ انا عايز اعرف بس اقوى من النادي اللي هو ازاي. طب ليه ما بتقولش اقوى من نادي تاني؟ اشمعنى النادي الاهلي يا شادي يا عيسى؟ اشمعنى النادي الاهلي؟ النادي الاهلي واجع ناس كتير جدا. النادي الاهلي واجع وعامل يعني عامل حالة رعب، وعامل مشكلة، وعامل مرض نفسي وتعب نفسي ناس كتير جدا، وشادي عيسى من ضمنهم. شادي عيسى من ضمنهم. النادي الاهلي عامل له مشكلة في دماغه. فعايز اقول لك يعني مفيش حد اقوى من النادي الاهلي، وايا كان فرد مفيش حد اقوى من النادي الاهلي. انت بس من مرضك النفسي تجاه النادي الاهلي مخليك انت تقول كده. فانت بتقول اي كلام كده، هو انت مش فاهم حاجه، لا فاهم حاجه ولا عارف اي حاجه، فانت حافظ بس مش فاهم. فطبعا اصلا يعني شادي عيسى اصلا كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. شادي عيسى اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. بنزل من بيتي في كل يوم، رايح للأهلي أنسى الهموم.